لو خدتك ورجعت بالزمن شويه لموسم 55 56 وبصيت انا وانت على جدول الدوري المصري، هنلاقي ان 99% من الفرق اللي موجوده كلها جماهيريه. يعني عندك الاهلي والزمالك والقناه والاتحاد السكندري والاسماعيلي والمصري والسويس والمنصوره والترسانه والاولمبي. الله، الترسانه والاولمبي؟ ايوه يا عزيزي، الترسانه والاولمبي انديه جماهيريه، وفي المقابل عندك نادي يتيم وحيد غير جماهيري اسمه الترام. استنى بس يا عم عبود، انا في 2026 وشايف 15 نادي استثماري مقابل 5 أندية بس جماهيرية. طب ايه اللي حصل يا عبود؟ ازاي خلال 70 سنة الدوري المصري اتحول من دوري اغلبيته أندية جماهيرية لدوري اغلبه أندية شركات واستثمار؟ مين دخل الشركات الكورة وليه اصلا؟ وازاي بيراميدز وزد وسيراميكا وغيرهم قدروا ينافسوا أندية عندها تاريخ وجماهير؟ والاهم، الشركات هي اللي خدت مكان الأندية الجماهيرية ولا الأندية الجماهيرية هي اللي سابت مكانها؟ النهارده هنرجع للبداية ونشوف ازاي راس المال غير شكل الدوري، وهل مستقبل الكرة المصرية للشركات ولا للجماهير؟ لو انت فاكر ان انديه الشركات دي ظهرت من كام سنه مع الاستثمار والفلوس فانت غلطان يا عزيزي. الحكايه اقدم من كده بكتير. زمان الشركه او المؤسسه كان بيبقى عندها نادي رياضي لموظفينها وعمالها. الفكره كانت بسيطه جدا، الموظف بيخلص شغله ويروح النادي يتمرن ويقضي وقته مع زمايله، ومحدش كان داخل وقتها بفكره الاستثمار في الكوره، ولا كان النادي مشروع تجاري. ومن هنا بدات تظهر انديه مرتبطه بمؤسسات وشركات زي السكه الحديد والترام والمقاولين العرب وغيرها. لكن في نادي بالذات لازم نقف عنده شويه، وهو غزل المحله. غزل المحله ازاي بس يا عم عبود؟ ده نادي جماهيري. استنى عليا يا عزيزي، غزل المحله بدأ مرتبط بشركه الغزل والنسيج، لكن مع الوقت حصلت حاجه مختلفه تماما. النادي كبر والجمهور كبر معاه لحد ما بقى جزء من هويه المدينه نفسها، وبقى غزل المحله مش مجرد نادي تابع لشركه، بقى نادي له جمهور وتاريخ وشخصيه وناس بتشجعه عشان هو نادي بلدهم. ودي نقطه مهمه جدا، لان النادي ممكن يبدأ تابع لمؤسسه، لكن مع الوقت الجمهور يخلق له هويه مستقله. واخد بالك يا كابتن ابراهيم؟ الجمهور مالك بس بكابتن ابراهيم يا عم عبود؟ الكابتن ابراهيم فايق كان شايف ان انديه الشركات ملهاش ذنب في شكل الدوري اللي احنا شايفينه، وان المشكله الحقيقيه في الانديه الشعبيه نفسها. عندي نقطه سريعه. انا دايما طول الوقت بقول، لان الناس انا بشوفهم دايما طول الوقت متحاملين على انديه الشركات وانديه المؤسسات. هو سؤال بسيط، مين اللي سمح لانديه الشركات ومين اللي سمح لانديه المؤسسات ان هي تبقى موجوده؟ نظام الدوري، صح كده؟ وبالتالي هل الناس ديت دخلت كده، دخلت المنافسه كده، ولا مشيت في الطريق بتاع المنافسه فوصلت فبقت في الحته دي؟ فاحنا ليه بنهاجم الناس ديت؟ يعني انا برضو مش قادر افهم ليه انا بهاجم الناس ديت. يعني انا بحاسبها على ايه؟ وطبعا دي وجهة نظر هنرجع لها بعدين، لان السؤال هنا مش مين غلطان وبس، السؤال ازاي شكل اللعبة نفسها اتغير. الكورة ما بقتش مجرد كام ماتش وخلاص، لا دي بقت صناعة، واللاعب بقى له سعر، والنادي بقى له قيمة، والناشئين بقوا استثمار، وحتى اسم النادي بقى له قيمة تسويقية. وساعتها الشركة بدأت تشوف الكورة بعين مختلفة، مش مجرد نشاط رياضي لكن فرصة للاستثمار. ومع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 اتنظم الاستثمار الرياضي بشكل اوضح، واتفتح اطار قانوني لشركات الاستثمار الرياضي. ومن هنا بدأ يظهر شكل جديد، وتم تحويل النادي كاستثمار. ودي كانت اللحظة اللي بعدها كل حاجة بدأت تتغير، لأن السؤال ما بقاش مين عنده جمهور أكتر، بقى مين عنده قدرة يصرف ويكمل. وهنا بدأت الأندية الجماهيرية تدفع ثمن ضعفها. عندك أندية زي الإسماعيلي وبلدية المحلة والمنصورة ومنتخب السويس والفيوم وغيرهم، كلهم اختفوا لأن ما عندهمش القدرة المالية اللي تخليهم يستمروا في الدوري زي أندية الشركات. طب يا عم عبود، أندية الشركات دي بتجيب كل الفلوس دي منين؟ تعال أقول لك، وخلينا ابتدي معاك بنادي من الأندية الجديدة وهو نادي فيوتشر. نادي فيوتشر لما طلع الدوري الممتاز كان اسمه كوكاكولا، تابع لشركه كوكاكولا. وبعدين ايه يا عزيزي؟ شويه رجال اعمال كبار بيشتروا النادي وبيتغير اسمه من كوكاكولا لفيوتشر. لحد هنا الموضوع طبيعي، لكن اللي حصل بعد كده هو اللي يستاهل نقف عنده. فيوتشر دخل سوق الانتقالات بشكل تقيل جدا، وتعاقد مع جنش وسعد سمير وعمر كمال وكريم ندفد واحمد رفعت وايمن الصفاقسي ومروان محسن واحمد عاطف ومصطفى البدري. يعني نادي لسه طالع الدوري مش داخل يقول خلينا اعيش الموسم وخلاص، لا ده داخل ينافس من اول يوم. وبعدها كمان خد اول نسخه من كاس الرابطه، وده في وقت اصلا الدوري والكاس كانوا في المهلبيه، ومواسم داخله في بعض، وكاس قديم لسه ما خلصش وكاس جديد بدا، لدرجه انك ممكن تلاقي الاهلي بيلعب دور الثمانيه في الكاس الجديد ولسه في نهائي كاس الموسم اللي قبله. المهم لما تبص على الناس اللي حوالين فيوتشر وقتها هتلاقي شخصيات مرتبطه بحزب مستقبل وطن. طب ايه دخل السياسه في الكوره يا عم عبود؟ استنى بس، لان في شخصيات من الحزب موجوده في مجالس ادارات انديه تانيه، وفي ناس في رابطه الانديه
وناس ليها علاقه بشركات رياضيه واعلام رياضي، يعني عندك شبكه علاقات كبيره جدا. طب الفلوس دي كلها جت منين؟ انت اشتريت نادي بحوالي 80 مليون وبعدها عملت موسم تعاقدات قوي جدا. انت في الاخر حزب سياسي، يعني هيئه غير مربحه ومش بتكسب فلوس، ده غير ان النادي اصلا جديد ومش عنده جمهور يجيب لك دخل ضخم. فهنا السؤال، مين كان بيمول المشروع؟ وده اللي فتح وقتها كلام عن مساهمات رجال اعمال مرتبطين بالحزب لتمويل النادي. وانا بقلب في المصادر لقيت حاجه غريبه جدا. خد عندك موضوع مصطفى البدري اللي انتقل للاهلي، وفي نفس اليوم اللي انتقل فيه للاهلي طلع اعاره لفيوتشر بسرعه كبيره، وده خلى ناس تسال عن حجم العلاقات اللي كانت موجوده حوالين النادي. وبعدين التحكيم، وائل فرحان مثلا ظهر في عدد كبير من ماتشات فيوتشر في اول موسم له، سواء حكم ساحه او فار. هل ده معناه ان في تلاعب؟ مش هقول لك كده من غير دليل، لكن السؤال موجود، ليه نفس الحكم يظهر للنادي بالشكل ده؟ ده غير حكايه مشاركته في الكونفدراليه. فيوتشر خلص اول موسم ليه في الدوري في المركز الخامس، وفي نفس الوقت كان لازم اتحاد الكره يحدد المشاركين في افريقيا قبل نهايه الدوري، فتم اعتماد ترتيب معين وفيوتشر راح الكونفدراليه. يعني نادي لسه طالع في اول موسم بياخد بطوله ويروح افريقيا. وهنا السؤال اللي انا عايز اساله، القوه والفلوس اللي اتجمعت دي ما كانتش ممكن تتحط في نادي جماهيري اصلا؟ يعني ممكن نحطها في الاسماعيلي او المصري او الاتحاد او المحله، انديه عندها جمهور وتاريخ ومحتاجه بس استثمار يعرف يرجعها للمنافسه. لكن فيوتشر نفسه هيفضل مثال مهم جدا، لانه ورانا قد ايه راس المال يقدر يختصر سنين في الكوره. وعشان كده لو عايزين نفهم انديه الشركات عملت ايه في شكل الدوري المصري، ففيوتشر واحد من اهم الامثله، خصوصا ان قصته لسه فيها ملفات تانية، واشهرها طبعا قصه احمد رفعت، ودي لوحدها حكايه تانية. المهم يا عزيزي، لازم نفهم ليه المسؤولين عن الكوره في مصر اصلا يسمحوا ان كل ده يحصل. ليه اصلا حزب سياسي او منشاه عسكريه او حتى هيئه نقل عام يكون عندها نادي بيشارك في الدوري الممتاز؟ بص يا عزيزي، قبل ما نسال مين سمح ومين منع، خلينا نرجع للقانون نفسه، لان المفاجاه ان وجود انديه الشركات والمصانع اصلا معترف بيه في قانون الرياضه المصري. قانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017 نظم وجود انديه الشركات والمصانع، وكمان سمح للوزارات والهيئات العامه واجهزه الدوله بتكوين انديه ولجان رياضيه للعاملين فيها. يعني من الاخر نادي الشركه مش كان داخل الدوري مستخبي، وجوده في حد ذاته قانوني. لكن هنا بقى السؤال، امتى بقى النادي ده خرج من كونه مجرد نشاط رياضي للعاملين وبقى نادي كوره بالمعنى الحقيقي؟ هنا بدات مرحله جديده تماما. المؤسسه ما بقتش شايفه النادي مجرد مكان للموظفين يلعبوا فيه، لا، بدات تشوف فيه فريق ممكن ينافس ويطلع لاعبين ويحقق بطولات ويدخل دوري اعلى. ومن هنا بدا الاستثمار الحقيقي، فلوس اكتر دخلت في الفريق ومدربين افضل ولاعبين من بره المؤسسه، اهتمام اكبر بقطاع الناشئين، وبالتدريج النادي بقى عنده طموح يتخطى حدود الشركه نفسها. والاهم من كل ده ان النادي ما بقاش بيلعب علشان المنافسه، كل درجه يطلعها كانت بتقربه من الدوري الممتاز، وكل موسم كان بيخليه اقرب لفكره ان المؤسسه يبقى عندها نادي محترف. وهنا ظهرت ظاهره جديده في الكره المصريه، انديه الشركات ما بقتش مجرد انديه تابعه للشركات، بقت منافس حقيقي على البطولات. والسؤال هنا بقى، ازاي التحول ده حصل على مستوى الكره المصريه كلها؟ وخد عندك مثلا انبي مرتبط بشركه انبي للبترول، والنادي مع الوقت بقى قوه حقيقيه في الكره المصريه، وفي موسم 2004 2005 وصل للمركز الثاني في الدوري، وبعدها حقق كاس مصر مرتين. يعني نادي تابع لمؤسسه بقى بينافس انديه جماهيريه عندها تاريخ اقدم منه بسنين طويله. وهنا حصل تحول مهم، المؤسسه ما بقتش بس بتمول نشاط رياضي، المؤسسه بقى عندها نادي قادر ينافس. وبعدها النموذج بدا يظهر باشكال مختلفه، انديه شركات ومؤسسات وهيئات. وبعدين دخلنا مرحله الاستثمار الرياضي بشكل اوضح، وساعتها النادي ما بقاش مجرد نشاط تابع للمؤسسه، بقى مشروع. المستثمر عايز يبني فريق ويطور لعيبه ويطلع ناشئين ويزود قيمه النادي، ده غير انه عايز ينافس على البطولات. وهنا راس المال دخل الكوره بشكل مختلف تماما. لكن النقطه دي بتخلينا نسال سؤال تاني، هل لازم الشركه تمتلك نادي عشان تستفيد من الكوره؟ وده سؤال هنرجع له وهجاوبك عليه قدام، لان قبل ما نحكم على انديه الشركات لازم نشوف الطرف الثاني من المعادله، وهي الانديه الجماهيريه. ازاي عندها جمهور بالملايين ومع ذلك كتير منهم مش قادر يحول الجمهور ده لقوه اقتصاديه؟ وده اللي هنبدا نفهمه بعد كده. طيب يا عزيزي، احنا دلوقتي عندنا طرفين، شركه عندها راس مال ونادي جماهيري عنده جمهور، والمشكله ان الاثنين مش دايما بيعرفوا يستفيدوا من بعض. لان خلينا نكون واضحين، الجمهور لوحده مش بيمول النادي. ممكن يكون عندك ملايين مشجعين، لكن لو النادي مش عارف يحول وجودهم لقيمه تجاريه هيفضل يعاني. عندك الرعايه والتذاكر والعضويات والمنتجات وحقوق البث، كل دي مصادر دخل المفروض النادي يعرف يستغلها. لكن لو النادي فضل عايش على احنا نادي كبير، احنا عندنا تاريخ، احنا عندنا جمهور، فالتاريخ والجمهور مش هيدفعوا المرتبات لوحدهم. وهنا بقى تظهر المفارقه، الشركات عندها الحاجات اللي الانديه محتاجاها وهي الفلوس، والانديه الجماهيريه عندها الحاجه اللي الشركات بتدور عليها وهي الجمهور. طب ما الاثنين يتقابلوا، وده اصلا نموذج موجود قدامنا. في 2022 بنك ابو ظبي مصر دخل في شراكه رعايه مع الاهلي، والبنك استفاد من اسم الاهلي وشعبيته، والاهلي استفاد من الرعايه. يعني البنك مش محتاج يعمل نادي عشان يوصل
جمهور الاهلي، هو استفاد من جمهور موجود اصلا. وده يفتح سؤال مهم جدا، لو النموذج ده ينفع مع الاهلي ليه ما ينفعش مع انديه جماهيريه تانية؟ بس هنا يجي السؤال الاهم، ليه الشركه اصلا تعمل نادي جديد وتدخله ينافس الاسماعيلي او المصري او الاتحاد؟ ليه البنك الاهلي مثلا يبقى عنده نادي بينافس الاسماعيلي؟ ليه ما يبقاش هو الراعي بتاع الاسماعيلي؟ ليه انبي يبقى منافس المصري؟ ما يبقى هو الشريك او الراعي للمصري وسيراميكا وزد وغيرهم؟ لان ببساطه عندك طرفين كل واحد فيهم عنده حاجات تاني محتاجها. النادي الجماهيري عنده الجمهور والتاريخ والاسم والمدرجات، وعنده حاجه الشركات بتدور عليها وهي الانتشار، والشركه عندها فلوس وعندها قدره على الاستثمار وعايزه اسمها يوصل لاكبر عدد من الناس. فبدل ما نعمل نادي جديد من الصفر، ليه ما نحطش الاستثمار ده في نادي موجود اصلا؟ تخيل الاسماعيلي عنده راعي كبير بيمول قطاع الناشئين ويطور منشاته ويساعد في سداد جزء من ديونه، وبيمول الفريق الاول ويشتغل على تسويقه. وتخيل نفس الفكره مع المصري والاتحاد وغزل المحله والترسانه والمنصوره. انت كده مش بتخلق انديه جديده تنافس الانديه الجماهيريه، انت بتقوي الانديه اللي عندها جمهور بالفعل. والنتيجه النادي هيكسب تمويل مستثمر، والشركه هتكسب ظهور وانتشار، والجمهور هيشوف فريقه اقوى، والدوري نفسه هيبقى قوي. لان لما الاسماعيلي والمصري والاتحاد والمحله يبقوا قادرين ينافسوا بشكل اقوى، المنافسه هتزيد والماتشات هتبقى اقوى، الجمهور هيزيد وحقوق البث هتزيد قيمتها، والدوري نفسه هيبقى منتج اكتر جاذبيه للرعاه. يعني بدل ما الشركه تعمل نادي جديد عشان يكون عندها منتج رياضي، هي تستثمر في المنتج الموجود اصلا اللي هو النادي الجماهيري. وده كمان بيحل مشكله مهمه جدا، ان الفلوس مش لازم كلها تروح في صفقه لاعب، ممكن جزء يروح للناشئين وجزء للمنشآت وجزء للتسويق وجزء تسدد بديونك. يعني بدل ما النادي يفضل كل موسم مستني دعم جديد، يبقى عنده شراكه تجاريه تقدر تعمل له مصدر دخل مستمر. والاهم من كل ده المدرج، لان الكوره مش مجرد جدول دوري ولا ترتيب ولا صفقات. لما الاسماعيلي بيلعب قدام جمهوره او المصري قدام جمهوره او الاتحاد في ملعبه، انت مش بتتفرج على 22 لاعب بس، انت بتتفرج على تاريخ وانتماء وجمهور وقصه، وده اصلا جزء اساسي من قيمه الدوري المصري. فالسؤال هنا مش ازاي نخلي الشركات تعمل انديه اكتر، السؤال الحقيقي ازاي نخلي فلوس الشركات تقوي الانديه اللي عندها جمهور اصلا. يعني المصري لما بيلعب في بورسعيد او الاتحاد يلعب في اسكندريه والمحله بتلعب وسط جمهورها، انت هنا عندك حاجه النادي الجديد ممكن يحتاج سنين طويله عشان يبنيها. وعشان كده فكره ان الشركه تستثمر في نادي جماهيري بدل ما تعمل نادي جديد من الاساس كانت ممكن تعمل فرق كبير. لكن لازم نكون منصفين، الرعايه لوحدها مش هتحل مشاكل النادي، لان لو الاداره مش قادره تدير والديون متراكمه والقضايا موجوده والنادي كل موسم بيبدا من الصفر، حتى لو دخلت فلوس جديده ممكن تخلص من غير ما يتغير الوضع بشكل حقيقي. وعشان كده الشركه مش هتدخل باعتبارها جهه خيريه، هي عايزه مقابل لاستثمارها، عايزه انتشار وعملاء ومبيعات وصوره اقوى لعلامتها التجاريه. وده معناه ان النادي الجماهيري نفسه لازم يتعامل مع جمهوره كقيمه حقيقيه، مش مجرد عدد موجود في مدرجات. وهنا نقدر نفهم ليه بعض الشركات ممكن تفضل تعمل نادي بنفسها. لما الشركه تمتلك النادي، المشروع كله هيبقى تحت سيطرتها، تختار الاداره، تحدد طريقه الدفع، تبني الاكاديميه، تطور اللاعبين وتخطط للمشروع لسنين قدام. اما الرعايه فالشركه بتدخل شريك في مشروع مش هي صاحبته. ومن هنا بالنسبه للشركه امتلاك النادي ممكن يبقى اكتر جاذبيه. لكن بالنسبه للدوري السؤال مختلف تماما، هل كل شركه عايزه تدخل كره القدم لازم تعمل نادي جديد، ولا ممكن جزء من الاستثمار ده يروح لانديه موجوده اصلا وعندها جمهور وتاريخ؟ مفيش اجابه واحده تنطبق على كل الشركات، لكن لو جزء اكبر من راس المال اللي دخل كره القدم المصريه اتوجه للانديه الجماهيريه، كان ممكن تشوف منافسه مختلفه. وده مش معناه ان ضد انديه الشركات، بالعكس الكره المصريه محتاجه استثمار ومحتاجه فلوس ومحتاجه انديه تقدر تصرف وتطور لاعبتها ومنشاتها. لكن المشكله تبدا لما يبقى الاستثمار بيغير شكل المنافسه، في الوقت اللي الانديه التاريخيه مش قادره تحافظ على مكانها لان الشركه ممكن تعمل نادي جديد. لكن جمهور الاسماعيلي او المصري او الاتحاد او المحله مش بيتبني في موسم ولا اتنين، ده تاريخ، والتاريخ ده اتبنى على اجيال. لكن هنا لازم نقف عند نقطه مهمه جدا، مش كل تراجع حصل للانديه الجماهيريه سببه انديه الشركات. في انديه تراجعت بسبب مشاكلها، وهي ادارات اتغيرت، ديون اتراكمت عليهم، قرارات غلط، قضايا، مشاكل في القيد، ومفيش ولا اداره قدرت توقف النزيف في الوقت المناسب. عشان كده السؤال الحقيقي مش الشركات اخذت مكان الانديه الجماهيريه، السؤال الاول لازم يكون مين خلى الانديه الجماهيريه تخسر مكانها اصلا. لو قلنا ان كل نادي جماهيري اختفى بسبب انديه الشركات، نبقى بنبسط القصه زياده عن اللزوم، لان النادي ممكن يكون عنده جمهور ضخم، لكن لو الاداره سيئه والفلوس مش متظبطه والديون بتزيد، الجمهور لوحده مش هيكسب ماتش. واول مثال واضح على ده الاسماعيلي مش محتاج تعريف، واحد من اهم انديه مصر، عنده تاريخ وبطولات وجمهور ومدينه كامله مرتبطه باسمه، وفوق ده كله النادي كان معروف بقدرته على انتاج لعيبه كبار. يعني من الناحيه النظريه عندك كل مقومات النادي الكبير، لكن المشكله ان النادي دخل في سلسله طويله من الازمات الماليه والاداريه، مستحقات لعيبه ومدربين وقضايا والتزامات متراكمه ومشاكل مرتبطه بالقيد. وهنا الازمه بتخرج من مكاتب الاداره وتدخل الملعب، لان منع القيد مثلا مش مجرد قرار
الاداري. هو معناه ان المدرب ممكن يبقى محتاج لاعب في مركز معين لكن النادي مش قادر يسجله، فتدخل الموسم بالقائمه الموجوده، اصابه تحصل، ايقاف يحصل، مستوى لاعب ينزل ومفيش بديل جاهز، الفريق بيضعف والنتائج بتاعته بتتراجع والنادي بيبدا يقرب من منطقه الخطر. وهنا المشكله الماليه بتتحول لمشكله رياضيه، والاخطر ان المشكله ممكن تدخل في دايره مغلقه، ديون، مشاكل في القيد، فريق اضعف، نتائج اسوأ، هيساوي هبوط وايرادات اقل وازمات اكبر. يعني الدين مش مجرد رقم في الحسابات، ممكن يكون سبب مباشر في تغيير شكل موسم كامل. والهبوط نفسه بيزود المشكله، لان لما النادي يخرج من الدوري الممتاز مصادر دخله وجاذبيته التجاريه بتتاثر، واللاعبين المميزين ممكن يمشوا والرجوع بيبقى صعب. وهنا تظهر الفجوه مع الانديه اللي عندها تمويل اكتر استقرارا. مش معنى كده ان النادي الممول هيكسب تلقائيا، لكن على الاقل عنده مساحه يتحرك. اما النادي اللي معظم موارده رايحه في تسديد التزامات قديمه فهو دخل المنافسه وهو اصلا بيحاول يلحق نفسه. ولو خدتك من الاسماعيلي ورحنا المنصوره، فده نادي جماهيري له تاريخ طويل في الكره المصريه وكان له وجود وسط انديه الدوري الممتاز، لكن مع الوقت المنصوره خرج من الصوره. والفكره هنا ان سقوط النادي مش لازم يحصل مره واحده، ممكن يبدا بموسم سيء وبعده ازمات ماليه وبعدها لاعب مهم يمشي وبعدها نتائج اسوء، وفجاه تكتشف ان النادي بقى بعيد عن المكان اللي فيه. والمشكله ان الرجوع اصعب من الهبوط، لانك لما بتنزل مش بتلاقي الطريق مفتوح قدامك، بتلاقي انديه تانية بتحاول تطلع، وانديه عندها استثمارات، وانديه بتصرف عشان تحقق نفس الهدف. فانت مش بتحاول ترجع لمكان قديم وبس، انت بتحاول ترجع في دوري اتغيرت قواعده. ولو سبت المنصوره ورحت للترسانه هتلاقي نادي كان بطل للدوري المصري وفاز بكاس مصر وخرج منه لعيبه كبار وكان له حضور حقيقي في الكره المصريه. فكره ان النادي بالشكل ده يبقى بعيد عن الدوري الممتاز لوحدها كفايه تقول لك ان التغيير مش بسيط. والاهم ان الترسانه كان موجود قبل ظهور معظم انديه الشركات بالشكل اللي احنا شايفينه. يعني مش كل نادي جماهيري خرج من الصوره خرج لانه منافس جديد ظهر، في اوقات النادي نفسه بيكون فقد الادوات اللي تخليه يحافظ على مكانه. ولو سبت الترسانه وخدتك ورحنا السويس هتلاقي نفس الفكره، نادي له تاريخ وله جماهير وله وجود قديم في الكره المصريه، لكن مع ضعف الموارد والمشاكل الاداريه والرياضيه بقى بعيد عن المشهد الرئيسي. وده يوضح حاجه مهمه، ان الجمهور نقطه قوه لكن مش بديل عن الاداره. لو مفيش اداره تعرف تستثمر الشعبيه دي وتحولها لموارد وتحافظ على الفريق، الشعبيه ممكن تفضل موجوده لكن النادي نفسه هيضعف. وهنا لو بصينا للاسماعيلي والمنصوره والترسانه والسويس وغيرهم هنلاقي ان كل نادي قصته مختلفه، لكن في مشكله مشتركه، وجود الجمهور مش كفايه لحمايه النادي من سوء الاداره او ضعف الموارد. وده هيخلينا نوصل لاخطر حلقه في الموضوع كله، وهي القضايا. لان في كره القدم الحديثه المشكله الماليه ممكن ما تفضلش مجرد مشكله داخليه، لاعب عنده مستحقات هيرفع عليك قضيه وهيطلع حكم والنادي هيتاخر في التنفيذ فتبدا العقوبات، وفي بعض الحالات الموضوع ممكن يوصل للاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه. وهنا القضيه اللي بدات كمبلغ مالي صغير ممكن تتحول لمشكله في تشكيل الفريق نفسه، لان النادي لما بيتمنع من القيد مش هيقدر يعوض النقص بسهوله، والنتيجه ممكن تكون فريق اضعف ثم نتائج اسوأ ثم صراع على البقاء. وده يخلينا نفهم ان سقوط النادي الجماهيري مش دايما سببه نقص الجمهور، احيانا المشكله ان النادي امتلك الاصل الاقوى لكنه ما عرفش يديره. وعشان كده لما نادي جماهيري يهبط ما ينفعش نكتفي بجمله الشركات هي السبب، لازم نسال النادي كان مديون ليه، ادارته عملت ايه حجم القضايا، هل كان ممنوع من القيد، هل خسر لعيبته، وهل كان عنده خطه للخروج من الازمه اصلا. لان من غير الاجابه على الاسئله دي هنفضل بنحكي نص القصه بس، لكن في نفس الوقت ما ينفعش نروح للطرف الثاني ونقول ان الشركات ملهاش اي تاثير، لان وجود انديه عندها قدره ماليه كبيره بيغير شكل السوق اصلا. لما نادي يقدر يدفع اكتر هيقدر يجذب لعيبه افضل، ولما يقدر يحافظ على لعيبته وبيبني فريقه كل موسم الفجوه مع النادي اللي موارده محدوده بتكبر. وبالتالي انديه الشركات مش بالضروره تكون سبب في سقوط النادي الجماهيري، لكن وجودها ممكن يخلي تكلفه اخطاء النادي الجماهيري اكبر. ودي نقطه فارقه جدا، لان الادق مش اننا نقول الشركات خدت مكان الجماهير، الادق اننا نقول انديه جديده دخلت المنافسه بقوه ماليه في وقت كانت فيه انديه جماهيريه بالفعل بتفقد قدرتها على الحفاظ على مكانها. وهنا بقى نرجع للسؤال اللي بدأنا منه، لو الشركات عندها الرغبه والقدره على الاستثمار، ليه الاستثمار ده لازم يروح دايما لانشاء نادي جديد؟ ليه ما يبقاش فيه مساحه اكبر للشراكه مع الانديه الجماهيريه؟ مش عشان ننقذها من غير شروط، لكن عشان نستفيد من قيمه موجوده بالفعل. لان النادي الجماهيري عنده شيء صعب جدا يتكرر، جمهور جاهز وده اصل مش سهل تصنعه من الصفر، لكن في المقابل النادي الجماهيري نفسه لازم يكون قادر يستغل الاصل ده. وهنا هنوصل للسؤال الاكبر، هل الحل اننا نقول للشركات اقفلوا انديتكم وامشوا؟ طبعا لا، لان الاستثمار مش المشكله. طب هل نقول للانديه الجماهيريه انتوا عندكم جمهور خلاص كده كفايه؟ برضه لا، لان الجمهور لوحده مش هيبني فريق محترف، احنا محتاجين الاثنين، راس المال والجمهور، لكن كل واحد منهم لازم يتحط في المكان الصح. الشركه ممكن تعمل نادي جديد وده حقها طالما الاطار القانوني بيسمح، لكن في نفس الوقت ممكن يكون عندها اختيار تاني، انها تدخل في شراكه تجاريه مع نادي جماهيري، وده انا قلته لك فوق. لكن عشان النموذج ده ينجح النادي نفسه لازم يتغير، ما ينفعش كل موسم النادي يستنى حد ينقذه، وما ينفعش كل رئيس جديد يبدا من الصفر،
لازم يبقى عندك اداره تعرف ازاي تجيب راعي وازاي تسوق للنادي، ازاي تستفيد من الجمهور، ازاي تطور الناشئين، وازاي تخلي الايرادات مستمره بدل ما تكون مرتبطه بشخص واحد. تخيل نادي مثلا عنده ملايين من المشجعين لكن مفيش طريقه حقيقيه لتحويل الشعبيه دي لايرادات. هنا المشكله مش في الجمهور، المشكله في طريقه اداره الجمهور، لان المشجع ممكن يشتري تيشيرت يحضر بيه الماتش، يدعم منتج، يتابع محتوى، يشترك في خدمه، كل ده ممكن يتحول لاقتصاد حقيقي حوالين النادي، لكن محتاج اداره تعرف تعمل ده. وفي نفس الوقت لازم يكون في اطار اوضح للاستثمار نفسه، لان عندك دلوقتي انديه بانماط ملكيه مختلفه، انديه شركات، انديه جماهيريه، وانديه مستثمرين، فلازم يبقى في قواعد واضحه للمنافسه. مين بيمول النادي؟ الفلوس جايه منين؟ بتتصرف ازاي؟ مين المسؤول عن القرارات؟ وازاي نضمن ان مفيش تضارب مصالح، خصوصا لما نتكلم عن كيانات كبيره او شركات مرتبطه بالقطاع العام. الموضوع هنا مش اتهام لحد، الموضوع اسمه شفافيه، لان كل ما كانت قواعد اللعب اوضح كل ما الثقه في المنافسه بتزيد. وبرضه انا مش شايف ان الحل اننا نمنع انديه الشركات، وجودها ممكن يضيف للكره المصريه فلوس اكتر او استثمار اكبر، منشآت افضل، فرص للاعبين، ومنافسه على مستوى اعلى. لكن المشكله تبدا لما يبقى التطور كله على حساب الانديه اللي صنعت شعبيه اللعبه اصلا، لانك لو وصلت في يوم لدوري فيه انديه قويه ماليا لكن معظم الانديه الجماهيريه التاريخيه اختفت، هتكون كسبت جزء من الصناعه وخسرت جزء من روحها. لان الشركه ممكن تبني نادي لكن مش هتقدر تبني تاريخ في كام سنه، ممكن تشتري لعيبه، تعمل اكاديميه، تعمل ملعب، تبني براند، لكن الجمهور اللي ورث تشجيع نادي من ابوه وجده ده مش بيتعمل بميزانيه. وده السبب ان مستقبل الكره المصريه المفروض ما يبقاش شركات ضد جماهير ولا جماهير ضد شركات، الافضل يكون شركات مع جماهير، راس المال يدخل والانديه الجماهيريه تستفيد والاداره تتطور والاتحاد يحط قواعد واضحه، وساعتها المنافسه نفسها تكسب. تخيل وقتها ان الاسماعيلي يرجع ينافس والمصري يبقى منافس حقيقي والاتحاد يستعيد قوته وغزل المحله يرجع لمكانه والمنصوره والترسانه ومنتخب السويس يبقى عندهم مشروع حقيقي للعوده، وفي نفس الوقت الانديه الجديده تكمل وتنافس. ساعتها انت مش بتقتل نموذج لصالح نموذج، انت بتوسع المنافسه كلها. لكن ده مش هيحصل لو فضلنا نتعامل مع الانديه الجماهيريه باعتبار ان الجمهور لوحده كفايه، ومش هيحصل برضه لو اعتبرنا ان الحل الوحيد هو منع الشركات. الحل في رايي ابسط واصعب في نفس الوقت، خلي الاستثمار يدخل لكن خليه يضيف للعبه، وخلي النادي الجماهيري يتغير مش علشان يبقى شبه انديه الشركات لكن علشان يعرف يستفيد من قوته الحقيقيه، لان في النهايه النادي اللي عنده جمهور وتاريخ عنده اصل لا يملكه النادي الجديد، والنادي اللي عنده راس مال عنده ادوات لا يملكها النادي الجماهيري. ولو عرفنا نجمع الاثنين ممكن نعمل دوري اقوى من ان الاثنين يكونوا منفصلين. فاكر يا عزيزي في اول الحلقه رجعتك لموسم 55 56 وبصينا على دوري كان اغلبه انديه جماهيريه، نادي زي الترام كان موجود وسط الصوره والكره المصريه كانت لسه بتتشكل بالشكل اللي نعرفه، وبعدين الزمن عدى والكره اتحولت لصناعه والاستثمار دخل والشركات بدات تعمل انديه وانديه جديده ظهرت، وفي المقابل انديه جماهيريه تاريخيه بدات تفقد مكانها. لكن بعد كل اللي شفناه ده هل نقدر نقول ان الشركات هي اللي قتلت الانديه الجماهيريه؟ الاجابه ببساطه لا. طب هل نقدر نقول ان الانديه الجماهيريه هي اللي قتلت نفسها؟ برضه لا. الحقيقه في النص، في انديه اخطات في الاداره وفي انديه عانت من ازمات ماليه وقضايا وفي انديه ما عرفتش تستغل جمهورها، وعشان كده الشركه تقدر تستثمر في كره القدم وتقدر تعمل نادي جديد، وده مش غلط في حد ذاته. لكن لو عندك نادي زي الاسماعيلي او المصري او الاتحاد او المحله وعنده جمهور مستعد يفضل وراه مهما حصل، فانت قدام اصل رياضي وتجاري مش سهل يتكرر. المطلوب مش اننا نختار بين راس المال والجمهور، المطلوب اننا نعرف ازاي نخلي راس المال يخدم الجمهور. ولو وصلت لحد هنا فدي نهايه الحلقه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي. سلام.